السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي عالم حياة الطبخ والصحة والجمال. شحال هادي ما حطيت معكم شي وصفة ديال الطبخ. اليوم قلت علاش لا نشارك معكم واحد البوتي اللي ساهل ان شاء الله وغادي يعجبكم. تقدروا توجدوه الا كان عرفتوا غيجيو عندكم ضياف على غفله، ولا قدرتوا تصاوبوه وديوه لشي ناس عزاز غاديين عندهم. بقاو معايا باش نوريكم اشنو غادي نوجد. اول حاجه بديت بها لانها كتشد شويه الوقت. عندي هنايا الخنفره خلطتها. حطيت لكم الطريقه ديالها في القناه ديالي. دابا نخلي لكم حتى الرابط ديالها في صندوق الوصف. هنايا بعد ما خلطتها خليتها غادا نخليها تخمر. غادا نمشي نوجد. اول حاجه غنمشي نوجد كيكه. غادا نحتاج فيها هنا كاس سنيده، كاس زيت، عندي هنايا كاسه البيضات، عندي كلشي في الخلاط الكهربائي. ان شاء الله غادي تعجبكم هاد الكيكه. وجدتها بواحد المكون اللي صراحه غريب شويه، ولكن عطاني كيكه رائعه وجات طالعه وجات مفشفشه كما كنقولوا. هاد الكيكه سريعه يعني دغيا توجدوها، تقدروا توجدوها لوليداتكم في الصباح. غادا نحتاج هنايا كاس ديال بيبسي اولا ديال الكوكاكولا الا عندكم، مهم ديال المناضه. انا هنا كانت عندي بيبسي، قلت علاش لا ما نستغلاش، وجربتها صراحه وجات زوينه وعطاتني عطاتني كيكه، خرجت لي كيكه طالعه. صافي غادا نخلط هنا كلشي مزيان، وغادا نبدا نضيف في الدقيق بشويه بشويه. بالنسبه للدقيق عندي تقريبا قياس 2.5 كيسان، وغادا ندير معاهم 2 خمارات ديال الحلوى. صافي وغادا نبقى نكمل التخلاط مزيان. بالنسبه هنايا بعد ما درت النصف الاول ديال الدقيق، غادا نزيد دابا النصف الثاني، وكنبقى نزيد بشويه بشويه وانا كنطحن. وضروري طحنوا مزيان. داك الخمارات غنخلي ليهم شويه الدقيق وغنخلطهم في الاخير وغادا نزيدهم. مهم كيكه سهله ماهله، يعني دغيا كتوجد، ما كتحتاجش المكونات بزاف. من بعد غادي نديرها بطبيعه الحال الطيب، وغادي نمشي نوجد معكم حاجه اخرى. وديجا حاطه معكم في القناه مجموعه من الكيكات وبعد الاسرار ديالهم باش ينجحوا لكم. صافي هنا خويت الكيكه، غادا الخليط ديال الكيكه ندخلو الفران. بالنسبه لهذا الكاس ديال الخلاط ما غاداش نغسلو، يعني باش ما نضيعش الوقت. كما قلت لكم حاولت انني نوجد غوتي في وقت وجيز. هنايا نفس الخلاط اللي خلطت فيه غادا نمشي نوجد فيه الكريب مالح. ان شاء الله حتى هو غادي يعجبكم. عندي هنايا غادا ندير بيضه في الخلاط ديريكت درتها. غادا ندير معاها معلقه ديال الزبده، وغادا ندير نص لتر الحليب. غادا ندير كلشي دقه واحده، وغادا نزيد كذلك شويه البزار وشويه الملحه، تقريبا معلقه صغيره ديال الملحه. وغادا نخلط كلشي هنايا في الخلاط اولا في الكاس ديال المولينكس. هنايا بالنسبه للكريب مالح راه ديجا وجدته معكم في القناه. غير هنايا غادي نضيف ليه واحد المكون، هو هذا اللي غتشوفوا دابا، لاصوص الجيريان. زدت منها تقريبا حتى معلقه صغيره عامره، حتى هي كتجي صراحه جا لذيذ هاد الكريب وجابني احسن من الحلو. هنايا كما قلت لكم معلقه الزبده. صافي وغادا ندير تقريبا القياس ديال كاس ونص ديال الدقيق حتى ل2 كيسان. المهم نتوما غادي نطحنوه وتشوفوا القوام ديالو. صافي هنا غادا نطحن هاد الخليط ديال الكريب ونرجع معكم. وهنايا بعد ما صافي خلطت الكريب، صراحه ما كياخذش ليا هاد الكوتي، ما خداش لي وقت بزاف، ما كاملاش ساعه تقريبا. الكيكه كطيب في الفران، درتها كطيب، وعندي الخنفره راه هي كتخمر. صافي هنايا خلطت الكريب حتى هو، يعني كلشي كنحاول نديرو في مره واحده وهكاك، وما كنتغلبش، ما خداش ليا الوقت بزاف. هنايا غادا نبدا نطيب كلشي دقه واحده. الكريب ها هو كما كتشوفوا، هو الخليط ديالو القوام ديالو كيف داير. هنايا الخنفره كما كتشوفوا راه خمرت ليا مزيان. غادا نديرها دابا طيب في المقله الثقيله. دابا نخلي لكم كما قلت لكم قبل الفيديو ديالها مفصل، كتجي صراحه رائعه، جاتني واعره صراحه. غادا تعجبكم ان شاء الله الا جربتوا على الطريقه ديالي بداك المكون السحري اللي درت فيها.
هنايا المقله الثقيله راني درتها غادا تسخن، وغادا نبدا نطيب فيها هاد الخنفره ديالي، وغادا نمشي نجبد الكريبير اللي هي اللي غادا نطيب فيها هاد الكريب. صراحه غادا تخرج ليا ساهله، غادا تخرج ليا 4 دقائق وحده. بالنسبه اللي ما عندوش راه يقدر يدير غير المقله ديال الطيفال. انا حاولت انني نديرهم صغار. بالنسبه هنايا الخنفره كما كتعرفوا كيفاش كطيب. بالنسبه لاول مره يشوفها ضروري كندهنها بالزيت، وغادا ندير مغرفه منها من هذاك الخليط، وكنخليها حتى تثقب شويه، من بعد كنرشها بشويه الزيت، وعاد كنقلبها تاني. هنايا بعد ما سخنت لي هاد الاله ديال الكريب غادا نبدا نخوي الخليط ديال هاد الكريب اللي درت، ونبقى كنطيب هاد الشيء اللي عندي كامل. هل الله هل هنايا كما كتشوفوا راني قربت نكمل. الكريب ها هو طاب، هو الخنفره، وكان اللي طيبتها كنحطها هنايا. صافي عاد غادا نبقى تنكمل هذاك الخليط اللي عندي كامل. هو هذا اللي كما كتشوفوا. بالنسبه للكريبه حمرتهم شويه. غادي نوريكم دابا شنو غادا ندير من بعد هاد الكريب وهاد الخنفره. بالنسبه لهاد الميني بيتزا اللي غادا نوجد معكم، انا كنت ديجا وجدتها، كنوجد تقريبا كل ويكاند فاش كنحتاجها وصافي الا كانت عندي. وعندي هنايا لاصوص ديال البيتزا حتى هي ديجا وجدتها معكم، وعندي الطون، وعندي هنايا الزيتون كحل للتزيين، وعندي الفرماج حمر. غادا نعمر هاد لي ميني بيتزا وندخلهم الفران يطيبوا. من بعد غادا نرجع باش نوريكم هذاك الكريب اشنو غادا باش غادا نعمر.
هنا بعد ما ساليت الميني بيتزا غادا ندخلهم في الفران. هنايا خديت لي كريب ديالي، عندي هنايا المورتاديلا وعندي الفرomاج ديال كيري. المهم لكم اختيار، تقدروا ديروا حتى لا داند فيمي ولا الفرماج حمر، حتى هو علاش لا. كما تقدروا في عوض الكيري ديروا لافاش كيري. المهم كما قلت لكم على حساب المستطاع. هنايا بعد ما قطعت هذوك المورتاديلا رقيقه، غادا ناخذ هنايا هاد الكريب الصغير اللي درت. غادا ندير ندهنو بشويه من هاد الفرomاج. بالنسبه ليا هنايا غادا، بما ان هذوك الكريب صغار شويه، غادا نحاول انني ندير غير 4 منهم، ندير غير ربع ديال الفرماج ندهن به صافي. وغادا نبقى نكمل هاد لي كريب اللي عندي كاملين نعمرهم. غادا ندير دوك الدوائر ديال المورتاديلا فوق الفرماج، وانا كنحاول نلويهم صافي. من بعد غادا نتلاقى معكم باش نوريكم شنو غادا ندير معاهم في الاخر. هنايا بعد ما كملت الكريب ديالي عمرته مزيان، غادا نحاول انني نبدا نقطعو بحال هكا، بحال العوج